هكذا هي الشارقة، شروق يملأ الدنيا ضياء وبهاء، ويعزف بيد العرفان ألحان الوفاء لمن تفانوا وأخلصوا في العطاء. ومهرجان الشارقة للشعر الشعبي الذي انطلقت أولى فعالياته في العام 1983 ما زال يواصل مسيرته الإبداعية في تكريم رواد الشعر الشعبي في الإمارات، احتفاء بهم وبعطاءاتهم ونتاجاتهم الشعرية المتميزة على مدى سنوات أعمارهم، والتي شكلت إضاءات باهرة في سماء الشعر الإماراتية والخليجية والعربية. وهذا العام ها هي دائرة الثقافة والإعلام كدأبها ممثلة بمركز الشارقة للشعر الشعبي تقيم الدورة الثامنة من هذا المهرجان الثقافي التراثي العريق تحت شعار القصيدة الشعبية إبداع له تاريخ، وتحتفي بكوكبة من رموز الشعر الشعبي في الإمارات تكريما لهم في حياتهم ووفاء لما قدموه من إبداعات شعرية وأدبية. الشاعر محمد صقر بن جمعة المشهور بابن صنقور أحد كبار شعراء النبط في الإمارات، عاصر وواكب جميع مراحل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترجمها في قصائده التي ستظل شهادات حية على أحداث وظروف مر بها الوطن العزيز المفدى. يا جاي دبي هو دبي محلاها، شوف المطار وشوف محلاه شو أعطيها، عروس الخليج اللي وصفت حداها تجيب لبس الشهر الرب عطيها، في مهرجان تسوق نفتر وياها يا ما حلا دبي في حالة واديها، برج بعينك وانتظر يوم تنصاها وعينك ضي النور طول الليل يغهيها، ترتاح من الهم ما يدونك أعداها ودار الإمارات ما حد يعاديها. يتميز أسلوب الشاعر محمد صقر بن جمعة الذي بدأ يقول الشعر على السليقة وهو ما زال فتى في 14 بالجزالة وحسن الصياغة، وطرق معظم أبواب الشعر من مديح وغزل وشكوى واجتماعيات. وقد تقدم به العمر كثيرا لكنه ما زال يردد أشعاره القديمة ويتذكر منها الكثير. سباني راعي العين الثليلة دقيق العنق منسوع لي دايل، نظرته قبل حزات المجيلة غزالني تجية لي مسايل، ولا في الشوف يتحقق مثيله ولا بالوصر يناله مثايل، واللي من شافه يضيع دليله عليه الحافظ عن حاسد وقايل، يجيب الخير نقال اليمين له على المعروف حمال الثقايل، وحملته سلامي له يهيله بالله تحيات ورسايل، عدد ما لضبر راقل مخيله وعد ما طلب بالمخايل. ومن المنطقة الغربية لإمارة أبو ظبي تكرم الشارقة الشاعر محمد بن سعيد بن رقراق المزروعي أحد أهم شعراء أبو ظبي في الوقت الحاضر ونابغة شعراء ليوى. إنه شاعر نبطي بدوي أصيل وله في الشعر باع طويل. إنه بطبعه شاعر، فقد نبغ في قول الشعر وهو لما يزل يافعا لم يتعدى 15 من عمره. في شعره حكمة وصدق، ويحرص على انتقاء الألفاظ بعناية وحكمة وفن. قدم برامج الشعر عبر التلفاز وصدر له ديوان الرقراقي. يا الله يا مفرج كراب الهمومي، أفرج لنفس همها زاد داها، وعين عليل أرقادها ما تنومي، كلاك عن فيها يزايد قداها. أمسيت ساهر واستخيل نيومي، لين أوضحت شمس الضحى في سماها، من هايس قام بضميري يزومي، عيي فاختني صوادف غثاها، في ديرة مالي عليها سلومي، الله يقرب يوم فرقة غراها. الشاعر محمد بن سعيد بن رقراقي أحد أهم الشعراء الشعبيين الذين قدموا فن الربابة للناس عزفا وغناء بالونة البدوية وبطريقة شجية. أنت يا راعي العيون النعاس النجلي، صبتني بسهم نظرت عينك الذباحة، كان انك
كل القلوب العاشقة يذبيه، كان في نظرة عيونك بندق الشباحة. وتنال شرف التكريم في هذه الدورة شاعرة من دبي عشقت الشعر وتعلقت به وهي بعد طفلة في التاسعة من عمرها، فقد نشأت في محيط شعري وبيئة ثقافية خصبة، كل من فيها يقرض الشعر ويتغنى به، وله في ساحاته صولات وجولات ومساجلات. إنها الشاعرة المبدعة المعروفة بريف دبي. الشاعرة ريف دبي انشئت في بيت شعر لأم شاعرة ولأب شاعر ولخال شاعر، وأكيد في قيادة ودولة حكيمة تحب الشعر في دولة الإمارات، وعلى يد كبار من الشعراء، ولها مجارات عديدة مع أكثر من شاعر وشاعرة، ونحن لازلنا نتعلم من مدرستها العظيمة أصول الشعر والأدب والثقافة. شاعر بكل معنى كلمة شاعرة، سواء في حياتها العادية وحياتها المنزلية وحياتها مع الناس. إن هذا التكريم للشعراء في حياتهم هو تكريم للكلمة الصادقة والوفاء لها من الشارقة، كي تبقى نابضة في أحضان الوجود وضاءة بالجلال في ضمير الخلود.